إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يعني كمثل قريش التي خرج أبو جهل وأبي بن خلف ومن معهم، خرجوا بطرا، وهذه الكلمة التي نريد نشرحها، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. رئاء الناس يعني مراءة للناس وطلبا لرؤية الناس، كما قال: لا نعود حتى تسمع بنا العرب. هذا رئاء الناس. ويصدون عن سبيل الله. لكن ما معنى بطرا؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. البطر هو الكبر والتعالي على الناس. فالله يقول: لا تكونوا أيها المؤمنون كهؤلاء المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا وتعاليا وغمطا للحق وردا للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورئاء للناس، يتباهون بعددهم وعدتهم ويصدون عن سبيل الله. فإذا البطر هو الطغيان، هو الكبر، هو التعالي، هو الأشر الذي كانوا يفعلونه. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الكبر وحرم الطغيان وحرم الاستعلاء على الناس بغير حق. لذلك قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا هو معنى البطر في هذه الآية، والله أعلم.